اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اليومين دول كله عمال يدور عن وصفات كحك ووصفات بسكوت. طب هنستخدم سمنة ولا هنستخدم زبدة؟ طب اسمها ايه؟ طب نوعها ايه؟ بس انا بقى غير كل دول. انا المرة دي هستخدم زبدة بس من نوع تاني خالص. انا هعمل فسيخ عبارة عن زبدة. اه والله هتاكلوا زبدة زبدة. بس كمان ايه ده؟ احنا هنعلقه على الشماعة. مش احنا اتفقنا ان كل حاجة هتغلي هنعلقها؟ علقنا الفراخ في الفيديو اللي فات، والنهاردة هنعلق الفسيخ عشان يبطل يغلى. هنعمل مع بعض النهاردة اجمل فسيخ من سمك البوري ممكن تدوقيه في حياتك. اول حاجة هنا، الفسيخ بيتوقف معانا على نوع السمك. انا اخترت سمك بوري يكون حجمه كبير عشان يكون ملحم، ويكون كمان سمك مزارع. ليه سمك مزارع؟ سمك المزارع بيبقى سمك سمين وملحم، غير سمك البحر بيكون فصه ناشف ما فيهوش كمية الدسم او كمية الدهون اللي بتخلينا نلاقي الفسيخ في الاخر مزبت كده وحلو. غسلته كويس جدا ومن الخياشيم، طالما قلنا سمك مزارع هتبقى الخياشيم عبارة عن طين. لازم نغسلها كويس جدا جدا وننشفها بمنديل بفوطة. وبعد كده جبت اعواد كبريت تكون طويلة، اعواد اللي هي الخلة بتاعت الشيش طاووق او خلة الاسنان، وهفتح الخياشيم كده. بمجرد ما هفتح خياشيم السمكة هنلاقي على طول بقها بقى مفتوح، وده اللي احنا عاوزينه. جبت بعد كده الدبارة بتاعة المطبخ او اي خيط عندك، وهربط السمك كده من ديله، ولازم تكون الربطة جامدة علشان بعد كده السمك ما يسقطش مننا لما يبدأ ان هو يتملح. خلاص انا هنا ربطت الثلاث سمكات، وطبعا تقدري تعملي الكمية اللي انت عاوزاها. جبت هنا الشماعة وهربط السمك كله كده من الرباط اللي انا ربطته في ديله علشان اعلقه. هنعرف دلوقتي احنا هنعلقه ليه. اهم حاجة زي ما قلت يكون السمك سمك مزارع، ما ينفعش ابدا سمك البحر او السمك البلدي في التمليح. علقت السمك كده في الشماعة، وهسيبه مدة ما تقلش عن 12 ساعة. ده لو احنا في الجو زي الجو اليومين دول. هسيبه كده يتعلق وتحتيه صينية. هنلاقي ان هو هيفضل ينزل في الدم بتاعه لحد ما ينشف. بعد كده جبت الملح، افضل نوع ملح الملح الرشيدي للتمليح. حطيت عليه حوالي نص معلقة صغيرة من الكركم ونص معلقة صغيرة من الشطة. طبعا ممكن ملح بس، ممكن ملح وشطة، ممكن ملح وكركم، بس انا بفضل الشطة كمان في التمليح. بعد 12 ساعة سبته متعلق كده، هلاقي السمك بتاعي بقى ناشف خالص. نبدأ نعمل ايه؟ الخطوة دي اسمها تقريص. نبدأ نقرص السمك كده عن الجلد بتاعه. هنسمع صوت اللحم بيفصل عن الجلد بتاع السمكة، ومن عند الديل كده نديها كسرة كده صغيرة علشان اللحم يبقى بتاعنا سايب الجلد وسايح. اهو من عند الديل بديها كسرة كده، وبمشي على السمكة كده بالعرض بايديا، افضل اقرص فيها لحد ما هحس ان هي تحت ايدي خلاص اللحم ساب الجلد بتاع السمك. السمك شايفينه ناشف ازاي، ما عادش فيه ولا نقطة مية ولا نقطة دم. هجيب بقى السمك بتاعي وحاملة الخياشيم، هي خلاص فضلت مفتوحة كده مطرح ما كنا حاطين لها الكبريت او الخلة، حاملاها واكبسها ملح. بعد كده هحط شوية ملح من بق السمكة، وهاجي من عند ديل السمكة وهقصها. ليه هقصها؟ لان ديل السمكة ده هيكون سبب ان السمك بتاعنا ينشف. هقول لكم دلوقتي ليه. خلاص هنملى الخياشيم كده كويس، وهنملى من بق السمكة عشان الملح يوصل لقلب السمكة من جوه، وهقص الديل. وبعد كده هحط في شنطة، تكون أول شنطة لازم تكون شنطة تقيلة كده، والبلاستيك بتاعها تخين عشان تتحمل معانا. بعد ما رصصت السمكة كده واحدة عكس واحدة في الشنطة، حطيت عليها كده رشة من الملح، تكون رشة حلوة، وشوية زيت. هقفل عليه كويس قوي، لازم وطلع الهواء كله من اول شنطة. هنا في المرحلة دي لو كان السمك بتاعنا ديله لسه سليم، بيبقى فيه كده جزء مدبب، هيقوم الكيس مقطوع. لو كيس الفسيخ ده او السمك ده اتقطع ومية السمك نزلت، اعرفي ان انت هتاكلي فسيخ ناشف جدا جدا جدا. حتى لو كل الخطوات اللي احنا عملناها مظبوطة، لازم السمك يحتفظ بكل المية اللي هينزلها علشان يبقى الفسيخ بيتملح في مية فيفضل طري. هقفل عليه من شنطة لشنطة لشنطة على قد ما تقدري، وفي الاخر هقوم كده لفاه بالبلاستيك الاسترتش ده او بسولوتيب عريض. المهم اللي انا هقفل عليه كويس جدا جدا. من يوم، كل يوم
هقلبه من جنب على الوش وجنب على الظهر زي ما هو. يعني الشنطة هشيلها كده اقلبها على وشها، وهشيل الشنطة اقلبها على ظهرها. هيفضل قد ايه؟ قعد 8 ايام. من بعد اليوم اللي احنا ملحنا فيه هيقعد 8 ايام، ما نعدش يوم التمليح ولا يوم الفتح. خلاص، انا هنا فتحته، مفيش نقطة مية نازلة من الشنطة ولا حاجة. نعرف كده ان الفسيخ بتاعنا هيطلع زبدة زي ما انتوا شايفين كده. اللحم سايب العظم، شايفين السمكة طرية وجميلة ازاي. هي بتقول ان انا مش متحملة خلاص. بالمقص كده وهفتح وهتشوفوا دلوقتي شكل الفسيخ بتاعنا عامل ازاي. اهو شايفين الزبدة. طبعا كل ما السمكة هتكون سمينة كل ما هتدينا فسيخ تحفة. شايفين؟ ايه رأيكم بقى في الجمال؟ اللحم والله بيقع كده من على الجلد بتاع السمكة، مش متحمل. هنفتح واحدة كمان اهو زي ما احنا شايفين كده، مش متحمل. اهم حاجة لازم نسيبه ينشف، كل يوم نقلبه بالكيسة بتاعته زي ما هي كده علشان يفضل محتفظ بالمية بتاعته من مرة من فوق ومرة من تحت. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. اسيبكم في امان الله، مع السلامة.